بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الكريمات، قلت غنشارك معكم فيديو منها تطمئنوا علينا وتعرفوا حتى حنا كي دوزنا هذاك الزنزال الليلة ديالو، كي دوزنا هاد الأيام وتعرفوا بزاف د الحوايج على المنطقة ديالنا ديال شيشاوة اللي تا هي وقع فيها الزنزال وتآدات فيها بلايص كتيرة. كاين الحمد لله شي بلايص ما وقع فيهم والو، ولكن كاين بلايص اللي يعني كانت فيهم توفاو الناس، وكاين المناطق اللي يعني تدمرت بالكامل. كاين بحال مثلا اداسيل، اسيف المال، ايت حدو يوسف. كاين بلايص كتيره، وكاين بلايص بحال مثلا لاله عزيزه، بحال المدينه نيت شيشاوه، بحال بلايص اخرين راه ما وقع فيهم والو، مزوده حتى هي شويه، تا هما كاين عندهم تآدوا حتى هما، ولكن كاين شي بلايص ثاني شي دواوير ما وقع فيهم والو. فسبحان الله العظيم، هاد الزلزال هذا كاين اللي توفاه الله وتآدى واجرهم عند الله تعالى، واللي توفاهم راه مشاو الشهداء الله يرحمهم. ولكن حنا اللي بقينا وتعطاتنا فرصة في الحياة، اشنو غادي نديرو؟ ما الحكمة من هاد الزلزال؟ اشنو خاصنا نديرو؟ كيفاش نتعاملوا؟ كيفاش النفسية ان شاء الله غادي نحسنوها؟ هادشي اللي غنشارك معكم، وغنعاود لكم الليلة اللي دوزنا ديال الزلزال. تقريبا مع ديك ال11 تقريبا ال11 و11 دقيقة. المهم التدقيق اللي على ما قالوا الناس، المهم راه ال11 في الوقيته اللي غادي يضرب فيه الزنزان. انا بعدا لقاني ما نعساش، وكاينه غير انا وولدي الصغير في الدار، ودخلته كان مع صحابه في الزنقه، دخلته وصورت الباب بالساروت ودخلنا. دخلت كنغسل شي معنات في الكوزينه، غسلتهم ساليتهم، بقى لي غير واحد البانيو د الماء هزيتو هكا في يدي، مع كنجمعو كنخويو في الجرده. ديك الهزه باش غنهز البانيو د الماء غادي نسمع واحد الصوت اللي بقى ليا في راسي تقريبا يومين من ورا الزنزال، وانا راسي بدا النهار الثاني راسي هكا كتيجنجف، وحتى النهار الاخر عاد بدا كيفوتني داكشي. واحد الصوت مجهد مجهد وكيتجهد، واحد كنقولوا حنا التجنجيف واحد الصوت مجهد بزاف، وانا كيسحب ليا في الاول الثلاجه، وانا الثلاجه زعما عمرها ما دارت شي صوت، فكيف البديه ديالو، ولكن درت كتيبان لي داكشي تيتقوى. ولدي تا هو واخا صغير جا داكشي مجهد مع الدار كتمشي وتجي، كيصحى باش بغا يطيح عليه الشرجم خرج كيغوت، وهو كاين في داك البيت اللي مالي الباب نيت، خرج كيغوت. جيت انا كنجري حتى لعندو، صافي خرجنا للباب، ولكن ملي مشيت للباب لقيتو مسورت. عاوتاني حضنت على ولدي وكنتسناه زعما يسكت، لا ما باش يسكت داكشي، غير ما كيتجهد والدار كتمشي وكتجي. فرجعت صافي تيبان ليا المهم كنشهد وكنكبر وكنشهد، وولدي تيبكي وتيقول لك ماما ما بغيتش نموت، كنقول ليه زعما ذكر الله وهذا. صافي طلقته وانا نرجع، قلت صافي الليلي عليها، يعني كاع حتى الا بقينا راه غيقدر يطيح علينا الباب، اللهم الا كاع هذا راه الولد راه حدا الباب، وانا راه نرجع ندير محاوله نجيب الساروت. كانت الساروت نيت قريبه، دغيا جبتها صافي وحليت باش غادي نحل الباب، صافي هو سكت، يعني سكت الحمد لله، ما وقع لينا والو. مني خرجت انا راه لقيت الناس كلهم خارجين. سبحان الله العظيم، يعني عاد الناس عرفوا الزنزال، حنا منطقتنا ما عارفينش الناس، ما طيحش ليهم بالهم راه غيكون الزنزال، ما عمر زعما الناس طيح ليهم في بالهم. حنا كنعرفوا كاين الخط ديالو، حتى كاع ملي كيضرب في اكادير كيوصل داك الزنزيله كتكون خفيفه. ايوا الحمد لله على لطف الله تعالى. المهم غاديك اللحظه بالضبط ديال الزنزال هي حكمه فيها، يعني اللي عاشو غادي تخليه يراجع الحسابات ديالو في الحياه. في هذيك الفترة أي حاجة في الدنيا كان نعصبوا راسنا عليها وتنبغوا نديروها بزز، ونقدروا نديروا شي حاجة حرمها الله، خصوصا الحوايج اللي عندها علاقة بالمال من أجل الدنيا، ما بقات ساوية والو في ديك اللحظة. هذيك اللحظة كتقولي واش غير الله راضي عليا، واش غير غادي باقا تعطيني فرصة في الحياة ولا لا. حتى حاجة ما كتبقى تطيح لك في بالك نهائيا نهائيا، كتشوفي غير غتنجاي واش غتبقى تعطاك فرصة وصافي. يعني هذيك اللحظة واش غيتوب بنادم؟ غتبقى لحظة التوبة أبدا. داك الشيء راه باش اي حاجه سبحان الله واخا في الظاهر ديالها كتبان لينا هي راه مصيبه وهذا، ولكن كيكون فيها شي حاجه ربنا ضارة نافعه. فراه دابا راه شحال من واحد غادي يراجع نفسه، غادي يتقى الله تعالى، غادي شحال من واحد غيكون ديك الساعات هو مديون هاز الدين على راسو، ما كيردش الدين، اولا المهم تيجمع الفلوس بالحرام، اولا بحال العيالات اللي كيديروا القنوات وكيبداو تبيع كل شيء، دير التفاهه وتبيع شرفها وتبيع كل شيء من اجل الفلوس، بزاف د الحوايج بزاف. فين غيبقى البنادم الفرصه فين يتوب؟ فراه الحياه محدها، انسان عايش دائما يطلب الله تعالى يتوب عليه
ويجري ويستغفر الله تعالى ويطلب زعما ويحاول يتوب قبل فوات الاوان. والله العظيم. المهم غير النفسيه ديالنا راه بقات سبحان الله، انا راه ما قدرت ندير حتى شي حاجه في القناه، بقات النفسيه مريضه حتى بكينا الحمد لله. انا بقى عرفتي شي حاجه بحال شي حاجه معقوده ليا في صدري، حتى بكيت مزيان مزيان. جوج حوايج اللي كيبكيونا، نبكيو لهذا الشيء اللي واقع للناس، وكيبكينا التضامن، روح التضامن اللي سبحان الله شي حاجه اللي هي مبكيه من الفرح، من كثرة ما فرحنا بهذا التضامن هذا اللي في هذا الشعب الكريم. الحمد لله راه بلادنا بخير، وبحمد لله راه الناس ما غالباش عليهم الانانيه، حيت كنا صافي فقدنا الامل، قلنا واش الناس ولاو هكا لهاد الدرجه، ولكن الحمد لله بان المعدن ديالهم. المغاربه سبحان الله كرماء وناس حنان سبحان الله العظيم، كاينه واحد المحنه في هذا الشعب هذا. الا قلت لكم اخواتي الكريمات، الا شي ناس مع الزوج ديالي دابا انا خدام تما في هذيك المنطقه، كيمشي دابا كيخدم تم، الا قال لي الناس جاو شي صحراوه، وتحيه للمغاربه كلهم، ولكن هاد الصحراوه قال لك جمعوا الفلوس وجاو كيعطيوها لهذوك الناس اللي متضررين من يدهم ليدهم، يعني من الايد للايد، يعني باش ما يوقع شي حاجه، لان راه كيكونوا دوك اللي كيستغلوا هاد الفرص. فقال لك ما كاين غير 6 المليون 5 المليون كيعطوها لكل واحد سبحان الله العظيم، باش يعاود يبدا من جديد، وباش الناس تعاود تبني ديورها وبس. وهاد القضيه ديال ان الناس جات من الصحراء من الشمال من وكتضامن سبحان الله العظيم، باش كتبين ان راه هاد الشعب عمر ما نخافوا عليه، وعمر هاد الناس ما تكون العنصريه بيناتهم. شعب واحد كيف ما كانت لا اللغه ولا يكون صحراوي ولا عربي ولا امازيغي، كان الامازيغ مساكن اللي تاذوا بزاف في الجبال، وحتى العرب حتى هما. وسبحان الله العظيم كاين واحد التآزر ديال المغاربه كتجمعنا، سبحان الله كيجمعنا الدين ديالنا اللي حنا دوله اسلاميه كلها، وكيجمعنا كذلك الانسانيه اللي فينا والصفات اللي عند هذا الشعب هذا ديال الكرم وديال المحنه سبحان الله العظيم. فهاد الشيء راه زاد فرحنا، واخا عشنا هاد الالم هذا راه فرحنا الحمد لله. وحبابي الكرام راه يعني باش نخرجوا من الدائره ديال ان ما نبقاوش مضغوطين في النفسيه ديالنا ونبقاو مرض، فنكثروا غير من الذكر، نفكروا غير الله سبحانه وتعالى، ونعرفوا هذه هي الحياه، وهذه راه سنه من سنن الكون، ونبقاو نستغفروا الله تعالى. والناس اللي حزننا عليهم الله يرحمهم، الاجل ديالهم هكاك، وسبحان الله العظيم راه ربي يقبلهم شهداء عنده. والناس اللي باقين راه كاين الرزاق، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. راه هاد التضامن هاد الشيء كله راه تسخير من الله تعالى، ربي كيسخر عبد العبد الاخر. فهاد الشيء اللي كاين، والله يهون علينا، والله من صدر ربي ينزل السكينه والطمانينه على قلوبنا. والسلام عليكم ورحمه الله، والى فيديو قادم باذن الله.